اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضرب في المليان. حلقة مهمة جدا النهاردة على قناة الزمالك. بيقولوا حاجات ما تنفعش تتقال، بياخدوا حقهم بدراعهم وسنج ومطاوي وتنمر. حلقة اوعى تفوتك، بس يا ريت في البداية نعمل لايك وشير واشتراك في القناة علشان دايما يوصل لحضراتكم كل جديد. نشوف الاول الاستاذ الفولي طالع بيتهم سيد عبد الحفيظ بايه وبيتهم إدارة الأهلي بإيه، ونرجع علشان لازما يترد عليه. نهاية المباراة يعني حاجة بصراحة يعني لا ترتقي لمستوى الكرة المصرية، موقف وصورة ما نقبلهاش في ملاعبنا المصرية النهاردة. محاولة للاعتداء على الحكم من مدير الكرة في نادي، يعني رجعنا تاني للفصول البايخة ورجعنا تاني للبلطجة على الحكام في أرض الملعب. طيب العنوان النهارده اللي احنا نقدر نقول عليه هي فوضى. نعم. يعني سيد عبد الحفيظ بيرسخ للفوضى في الرياضه المصريه. مفيش حاجه اسمها منافسه شريفه في الملعب، في حاجه اسمها حق بدراعي هاخده، صاحب حق او مش صاحب حق، انا نازل بصوتي العالي بجمهوري بقوتي بدراعي باي حاجه. ارهاب لاي حد في المنظومه الرياضيه، تهجمه وهو مش محاوله، هو تهجم بالفعل على الحكم بدليل ان الحكم اشهر في وجهه الكارت الاصفر. وكنت اتمنى ان حكم المباراه يبقى اكثر جراءه ويشهر الكارت الاحمر في وشه وفي وش كل لعيبه الاهلي اللي نزلت في محاوله سافره للاعتداء عليه. ايه الرساله اللي بيوجهها مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه محمود الخطيب؟ ان هو سايب سيد عبد الحفيظ على راس المنظومه الكرويه في النادي الاهلي. القيم والمبادئ مش كلمه بتتحط زي ما انت عايز. القيم والمبادئ يعني مثل واخلاق وقيم، مش المدير اللي هو بينزل يشلح ديل جلابيته ويجري في الملعب كاننا في جرن زراعي بيجري ورا الحكم. يعني لو في سنجه ولا في مطوه ولا في اي حاجه كان ممكن خدها وجري ضرب الحكم بيها. فالنهارده احنا عايزين نعرف مجلس اداره النادي الاهلي ايه تصرفه النهارده. هتقول لي انت بتتكلم على الاهلي ليه؟ لا، انا بتكلم على الاهلي لان اللي حصل النهارده ده حصل في مسابقه الدوري العام اللي بيشارك فيها النادي الزمالك اللي احنا هنا بنمثله. لو هكلمك في تحكيم النادي المصري، ضربه جزاء، ضربه جزاء صريحه. الشناوي اعاق جريندو داخل منطقه الجزاء، الكره كانت داخل الملعب وهو اعاقه اعاقه مباشره. ليه ضربه جزاء؟ ايه اللي ارتكبه الحكم بتاع المباراه وليد عبد الرازق اللي هو اثار سيد عبد الحفيظ؟ ايه اللي اثاره؟ عشان خلص الماتش في ميعاده؟ ده مديك 6 دقايق، مديك 6، عايزه يديك ايه 6 ايام. فلكن للاسف عودتنا المواقف السابقه كلها ان كل تصرفاتهم ما بتدلش الا على المواقف المغزيه اللي انت ما تعلمش ابنك بيها. يعني انت لو قاعد انا اول ما بشوف التلفزيون بقلب، يعني لو شفت سيد عبد الحفيظ بطفي التلفزيون لان انا عارف ان هو هيتصرف تصرف ما اتمناش ابني يشوفه، ما اتمناش بيتي يشوفه. النهارده اقول لابني ايه اللي قاعد جنبي؟ اقول له ده مدير كوره في النادي الاهلي؟ اقول له ده ده المدير؟ يعني انت تتعلم وتتخرج من الجامعه وتدرس وتخش لغات عشان لما تتأهل وتترقى تبقى مدير تتصرف تصرفات سيد عبد الحفيظ؟ لا. بيقولوا ان كابتن سيد حاول يعتدي على الحكم، ولو في سنجة ولا في مطوة كان خده وضربوا بيها. ده كله علشان نزل يتكلم مع الحكم بعد الماتش، قال لك ده محاولة اعتداء وبيحاول يعتدي عليه بدراعه، وخلي بالكم من كلمة دراعه. وبيقول لك لا ده مثال مش مشرف وبعيد عن المبادئ وزي ما انتم شفتم. وبيقول ان بيتكسف قصاد ابنه، يعني لو جاب سيد عبد الحفيظ. طب سيادة المستشار عادي بكل اللي بيقولوا على قناة الزمالك تسمع ابنك عادي، لكن كابتن سيد عبد الحفيظ اللي شلح الجلابية، شفتوا انت بيشلح الجلابية في العزبة؟ لكن يعني سيادة المستشار بقى وامك وسيديهاتك والخمرجي والايحاءات الجنسيه توريها لابنك عادي، المدام عادي، الاسره عادي. ليه؟ ده انا بقبض من قناه نادي الزمالك عشان بطلع اقعد اهز في راسي ساعه ونص، عشان كده لا عادي. وبيقول لك محاوله اعتداء والكلام ده كله. نشوف بقى نفس القناه وفي نفس اليوم بيقولوا ايه، ازاي هم بياخدوا حقهم بدراعهم وبيضغطهم، وحملات اعلاميه وصحفيه وتهديد للحكام. ونشوف هنرجع نرد عليه ازاي. شفت مستوى التحكيم في اول مباراه بعد الحمله اللي احنا عملناها بفضل الله في قناه نادي الزمالك على التحكيم، اللي هي الحمله العادله. بس عايزين لا حمله تشويه ولا حمله اثاره. اللي حصل ان احنا كشفنا سلبيات، حطينا كل حد في مكانه. فطلع النهارده عندنا وليد، جابوا وليد يا عيني من الثلاجه لاول مره في حياته ولاخر مره زي ما انا، لان اتصور ان الراجل ده هيوحشنا يعني.
نعم. اعتقد ان وليد عبد الرازق هيوحشنا، على الرغم من انه كفاءه حلوه قوي وراجل محترم جدا في توقيت احنا بندور فيه على وجه كويس للتحكيم المصري. نعم. احنا اعتدنا على وجوه للاسف اساءت لكره القدم المصريه والتحكيم المصري. لما نيجي نجيب راجل بينور كده في وسط الحكام، انا بقول لك اهو يا كريم، ان ما كلاتنبرج ما خرجش علينا بايقافه، النادي الاهلي هيعترض، مش هيقف تاني للنادي الاهلي اي مباراه جايه. نعم. هي دي المشكله الحقيقيه. الاهلي صفقاته دايما افضل، لان صفقات الاهلي مع الحكام، لا صفقات مش صفقه. صفقه يعني هو بيلعب على عنصر التحكيم. لا، فصفقاته مع التحكيم، التحكيم عنصر مؤثر جدا. انا عايز اركز في الحته دي حتى بره الملعب، مش عيب. هم بيتفوقوا في التعامل مع الحكام طول عمرهم، 70 سنه 70 سنه كانت افرزت لنا 42 بطوله، انه عندهم 40 بطوله حرام واثنين مشكوك فيهم. يعني بغض النظر يعني فكره انك انت تراقب الحكام طول الوقت دي اللي هتضمن لك الحياديه في الملاعب. بدليل ان البعض بدا يقول لك نطالب بالغاء الفار. طب هو في حد يطالب بالغاء فار وهو في عداله، في جزء من العداله حتى؟ برضو زي ما كان عندنا حكم صفاره ملاكي، بقى عندي حكام فار ملاكي. في حكام فار بيتم اختيارهم لماتشات المنافس بالاسم، وما يقدرش ما ينفعش يلعب من غيرهم. هم مهما يحاولوا يرهبوا حكام، طول ما موجود مرتضى منصور، طول ما هو بيتصدى لهم، وهو طول ما هو واقف لهم الموضوع ده، كل ارهابهم اللي كان بيحصل قبل كده مش هيحصل. فهي مشكلتهم دلوقتي مع مين؟ مع ان بقى اصبح دلوقتي موجود مستشار رئيس نادي قوي اسمه مرتضى منصور بيرد لهم وواقف لهم في زورهم في الموضوع ده. عشان انا كده قلت له حط ايدك ماتش بماتش. ايوه عايز فيديو كل حلقه، فيديو كل مباراه، فيديو كل خطا. طالما ان النتيجه بتيجي، لا ناخد حقنا بدراعنا. اكيد. اخر كلمه في الفيديو يا عزيزي المشاهد بيقول لك بناخد حقنا بدراعنا. اشمعنى دلوقتي؟ يعني انت بتلوم على كابتن سيد انه نزل يتكلم مع الحكم وانت بتاخد حقك بدراعك، وعندكم مستشار بيمسك الحكام بيقول لك حملتنا العادله. عادله ايه؟ ده انتوا ما خليتوش حد الا وهاجمتوه بالاب وبالام ومش عارف بيعمل ايه وبيخلي ايه وماسكين عليه ايه. ديت الحمله العادله؟ يا ناس بتكيل بمكيالين، يا ناس مش عارفه يعني ايه كلمه عدل ويعني ايه كلمه حق ويعني ايه امشي يعني صح. الكلام الاولاني يقول لك لا ده كده بنغلط في حق التحكيم والسيد عبد الحفيظ يستحق العقوبه ومثال سيء، وانتم حمله صحفيه عادله. وفي نفس الفيديو يقول لك بناخد حقنا بدراعنا. وسياده المستشار بقى عادي، ما بتفضلوش يعني تولولوا على القناه وتقولوا كل اللي نفسكم فيه وتهاجموا عشان تجيبوا اللي على مزاجكم. ازاي دلوقتي؟ يعني انا ما عنديش مانع انك تهاجم، ما عنديش مانع نهائيا، قول كل اللي نفسك فيه طالما ان هو بادب واحترام، لكن بتحجر على راي غيرك اللي هو يعني بيعبر عن رايه باحترام، وانت بتفرش الملايات كده، وفي الاخر تقول لك لا احنا ماشيين صح وتلوم على غيرك. لكن هي دي قناه الزمالك، مع احترامي لكل جماهير الزمالك، انا مشكلتي مع اشخاص او بعقب على اللي بيعملوه. بيطالب بشيء ويعمل عكسه، ولما يعمل يعني الشيء اللي كان بيطالب بيه بيعمله بالطريقة الغلط والطريقة اللي ما تنفعش، وفاكر نفسه انه هو صح. اما بخصوص بقى البطولات والحرام والحلال، ربنا يخللنا ويخللكم كابتن فاروق جعفر واللي قاله تمام، وديت حاجة بس يعني، ولا كابتن أسامة نبيه والتفويت بعيد عن الحكام. يعني ما علينا، مش هنفتح في اللي فات علشان محتاجين سنين نشرح فيها الكوارث او المجاملات. لكن اخر حاجه بس كده، الحمله الصحفيه العادله، حاجه بس على طرف المعلقه، نشوف رئيس يعني لجنه الحكام سياده المستشار اللي انتوا بتستمتعوا بكلامه بيتنمر عليه وبيقول ايه، عشان بس نأكد قد ايه في عدل وقد ايه انتم رسالتكم ساميه وبتواجهوا الموضوع بكل حنيه وبكل كلام لطيف جميل. 5 ثواني بس نشوفوه قال عليه ايه ونرجع. هم مين شغال عند مين؟ هم اللي شغالين عند كلبرج ده ولا اسمه كلب برج؟ اسمه ايه هو برضه بتاع التحكيم؟ كلب برج. وانت زومه بيقول عليه كلب برج، يعني على اساس ان هو مش عارف اسمه. وده اجمل مثال في التعبير على الرأي، وان ده مش سمعه وحشه ولا اي حاجه. لكن كابتن سيد عبد الحفيظ، ومش بدافع عليه، هو يقدر يدافع عن نفسه كويس، لكن الموضوع صراحه استفزني عشان بيتكلم مع الحكم، وكلنا عارفين بيتكلم معاه عشان الانذارات اللي خد او الانذار اللي خده محمود متولي. ما ينفعش كده زي الفل. بنحاول نوضح حاجات كتير مننا عارفها، لكن بنوثقها عشان
التاريخ قدام. واشكركم لو وصلتوا معانا لنهاية الحلقة، وبنفكركم باللايك والشير والاشتراك في القناة علشان دايما يوصل لحضراتكم كل جديد من برنامجكم ضرب في المليان. تحياتي لحضراتكم.